بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا ابنائي طلبه وطالبات الصف الرابع الابتدائي. النهارده باذن الله هناخد فيديو صغير نعرف ازاي نطرح الكسور الاعتياديه بطريقه سهله وبسيطه جدا. احنا منزلين كل الفيديوهات دي قبل كده في قائمه تشغيل السنه اللي فاتت، بس بنعمل فيديوهات صغيره بحيث تكون سهله على اولياء الامور وطلبه رابعه ابتدائي. يلا بينا. اول حاجه معايا هنا بيقول لي 4/5 ناقص 1/5. انت عندك اهم حاجه لازم المقامات تكون زي بعض. طالما المقامات زي بعض موضوع الطرح بيكون سهل بقى جدا. انت دلوقتي عندك الشكل ده كله مكون من خمس اجزاء، 1 2 3 4 5. عندك طبعا الشكل الكامل ده 5 اجزاء، فبنكتب العدد الكامل ده في المقامات بيكون هو العدد الكلي. وبعد كده اللي في البسط اللي هم الاجزاء المتظلله اللي هي 4/5. انا عايزه اشيل منهم جزء من الخمسة، فاروح اعمل اكس كده على جزء من الخمسة. ماشي، يبقى اتبقى لي كام بقى متظلل؟ ادي 1 2 3، يعني باقي لي فوق في المتظللين 3 على هو الشكل الكامل كله بكام؟ ب5، يبقى باقي لي 3/5. واحده تانية هنا الشكل ده المتظلل 6 اللي هو مكتوب في البسط ده 6 اجزاء متظللين، الشكل كله من 7 اجزاء، يعني احنا العدد الكلي بيتكتب في المقام اللي هو تحت، لكن المتظلل بيتكتب في البسط اللي هو فوق. طبعا المقامات زي بعض بالظبط، ده 7 وده 7، فعمليه الطرح سهله جدا. انت دلوقتي عندك 6 اجزاء متظللين من ال7 اجزاء، عايز تشيل منهم جزء واحد، فهتروح تعمل لي اكس على جزء واحد تشيله. تمام، عملنا اكس على جزء واحد وشيلناه، اتبقى كام بقى؟ 1 2 3 4 5، يبقى اتبقى 5 على كام؟ على العدد الكلي اللي هو 7. يعني احنا عملنا ايه؟ حطينا المقام اللي هو 7، طالما هنا 7 وهنا 7، ورحنا طرحنا قلنا 6 ناقص 1 ادتنا 5. سهله جدا، يعني كل الحكايه كده. هنا بيقول لي 3/8 ناقص 2/8. اهم حاجه عندي هل المقامات زي بعض؟ المقامات 8 زي بعض، فبتروح تكتب لي المقام اللي هو 8 بتاعك ده، وتروح تطرح، تقول له بقى تطرح في البسط 3 ناقص 2 يديلنا 1، يعني ادتنا 1/8. سهله خالص. نشوف غيرها. هنا بقى قال لي نص عايز اخد منه ربع. طب انا دلوقتي هل المقامات واحده؟ لا، المقامات مش واحده. المقام هنا عندك 2 وهنا 4، وانت ده نص عايز تاخد منه ربع، فانت هتعمل ايه؟ هتروح تقسم لي الشكل ده كده لارباع، صح كده، عشان تعرف تاخد منه ربع. فانت دلوقتي الشكل بقى ارباع، لما تاخد منه ربع هيتبقى لك ايه؟ هيتبقى لك جزء واحد متظلل اهو. تمام، جزء واحد متظلل من كام جزء بقى موجود؟ من 1 2 3 4 اللي هو العدد الكلي بتاع الشكل 4. يبقى انت عملت ايه؟ انت لازم عشان تعرف تطرح تكون مقاماتك واحده زي بعض بالظبط. المقام ده 2 وده 4، انت تعرف تخلي المقام ده اللي هو 2 تخليه 4. هتعمل فيه ايه بقى؟ هتخلي الاتنين 4 لو ضربتها في 2، وطالما ضربت المقام في 2 يبقى لازم تروح تضرب له البسط اللي فوق في 2. فبالتالي كان عندك جزء واحد متظلل، لما اتضرب في 2 بقى جزئين. كان عندك جزئين، الشكل الكلي كان من جزئين، لما ضربته في 2 بقى مكون من 4 اجزاء، فبقى 1 في 2 ب2، و2 في 2 هنا ب4، بقت 2/4 ناقص 1/4. رحت انت حطيت له بقى المقامات بقت واحده خلاص، فبتحط المقام اللي هو 4 وتطرح له 2 ناقص 1 يدينا 1. يبقى الهدف من اي عمليه طرح ان مقاماتي تكون واحده. لو مقاماتي واحده بكتب المقام واطرح في البسط. اما بقى هنا لو مقاماتي مش واحده زي دي بعمل ايه عشان اخليهم متوحدين؟ هروح اضرب المقامين في بعض. تمام، هقول 7 في 2 ب14، يعني انت ضربت ال7 دي في 2 صح؟ طالما ضربت ال7 دي في 2 عشان تديك 14، يبقى انت لازم تضرب البسط بتاعها في 2. ما هو انت بتضرب في 2 على 2 كأنك ضربت في 1 صحيح، في 2 على 2، فانت ضربت المقام في 2 اللي هو التاني ده، يبقى لازم تضرب له البسط اللي فوق بتاعه في 2. طيب 5 في 2 بكام؟ ب10 ناقص الاتنين دي احنا قلنا هنضربها في ال7 دي، هتتضرب في ال7، يبقى انت هتضرب تحت في ال7 فلازم تضرب له فوق في ال7. طيب 2 في 7 ب14، انا رحت ضربت ال7 في 2 عشان تديني 14، وضربت الاتنين في ال7 عشان تديني برضو 14 وتكون مقاماتي واحده. طب اضرب فوق بقى 1 في 7 بكام؟ ب7. بقت المقامات الجديده متشابهه، هنا 14 وهنا 14، فانا هروح احط له بقى ايه؟ المقام اللي هو 14، وهطرح له 10 ناقص 7 يدينا 3/14. يبقى انا هدفي في عمليه الجمع والطرح ان المقامات بتاعتي تكون متحده، تكون زي بعض. ماشي. طيب هنا بيقول لي 1/2 ناقص 1/3، نص ناقص تلت. هل المقامات زي بعض؟ لا، المقامات مش زي بعض، فاضطر اضربها في بعض. تمام، يعني انت هتضرب الاتنين دي في 3.
ماشي، اللي هو المقام التاني، يبقى لازم تضرب لها البسط بتاعها في 3، كأنك ضربت في 3 على 3 يعني 1 صحي. انا ما غيرتش حاجة، بس انت عشان تخلي المقامات شكل بعض. 2 في 3 ب6، 1 في 3 ب3 ناقص، انت هتضرب ال3 دي في المقام التاني اللي هو 2، يبقى لازم تضرب لها البسط بتاعها اللي فوق في 2. 3 في 2 ب6، 1 في 2 ب2. هنحط المقام اللي هو 6 اللي هو بقى متشابه وجميل زي بعض، وده واحنا اصلا هدفنا في المسائل دي ان المقامات تكون متحدة او زي بعض. ونروح نطرح، هقوله 3 ناقص 2 يدينا 1، يعني ادتنا 1 على 6. يعني احنا بنخلي المقامين شكل بعض عشان نعرف نحط المقام ونطرح في البسط، وبرده في الجمع نخلي المقامات زي بعض عشان نعرف نجمع في البسط. طبعا المقام اللي بيكون تحت والبسط اللي بيكون فوق. طب هنا المقامات شكل بعض؟ لا مش شكل بعض. هعمل فيهم ايه؟ هضربهم في بعض. تمام، انت هتضرب ال5 دي في 3، يبقى لازم تضرب لها البسط بتاعها فوق في 3، وهتضرب ال3 دي في ال5 اللي هي المقام التاني، يبقى لازم تضرب لها البسط بتاعها فوق في 5. المقامات الجديدة بقت 5 في 3 ب15، و3 في 5 برضو 15. في بينهم وبين بعض طرح، هحط الطرح. 4 في 3 ب12، 1 في 5 ب5. طيب المقامات بقت متشابهة وجميلة، خلاص وصلنا للي احنا عايزينه. هنحط المقام اللي هو 15 ونطرح فوق في البسط. 12 ناقص 5 يدينا 7 على 15. طيب بعد كده هنا 3 وهنا 9. بص بقى، المقامين مش زي بعض، بس لو ضربتهم في بعض يدوك عدد كبير 7، عشان انت تقدر تخلي ال3 دي 9. تعمل فيها هتضربها في 3، صح كده؟ يبقى انت دايما بص على الصغير، هل هتقدر تخليه زي الكبير؟ لو نفع تمام ماشي. 3 في 3 ب9، يبقى انا لازم اضرب لها البسط بتاعها اللي فوق برضو في 3. ما ينفعش اضرب في المقام في حاجه واسيب البسط ما اضربوش في نفس الحاجه، لان كده اكون غيرت الكسر. لكن لما بتضرب تحت وفوق في نفس العدد كانك ضربت في 3 على 3 يعني 1، يعني ما غيرناش حاجه، او 2 على 2 او 4 على 4 زي ما يكون. يبقى انا هحط الاولاني زي ما هو 4 على 9 ناقص 3 في 3 هنا 9، و1 في 3 ب3. يبقى انا فعلا المقامات بقت شبه بعضها، بس من غير ما اضربهم الاتنين في بعض. ليه؟ لان فيهم واحد كان ينفع اخليه زي التاني بان انا اضربه في اي عدد فيدينا زي المقام التاني. بعد كده هحط له ال9 اللي هي المقام واطرح له. 4 ناقص 3 1 ادتنا 1 على 9. نشوف واحدة كمان. هنا 4 وهنا 12. حد يقول لي المقامات مش متحدة ونضربهم في بعض؟ طب لحظة كده، بص على الصغير، يا 4 نقدر نخليك 12. لو ضربنا ال4 في 3 فهي هتكون 12، يبقى كده المقامين بقوا زي بعض. يبقى انا اضرب البسط بتاع اللي فوق برضو هو كمان في 3، صح كده؟ بقت المقامات الجديدة 4 في 3 ب12، والبسط فوق 3 في 3 ب9، ونقول ناقص هنا المقام 12 وهنا فوق 5. هنقول يساوي، هحط له المقام اللي هو متشابه اللي هو 12 دهوت. ماشي، انا حطيت له المقام بتاعي الجديد اللي هو انا طلعته ماشي 12، وبعدين هقول له 9 ناقص 5 يدينا 4، يعني 4 على 12. ممكن نختصرها ونبسطها تاني، بس هناخد التبسيط ده في فيديو تاني عشان نسهل الحكاية شوية. يبقى انا هدفي في المسائل بتاعة الجمع والطرح ان اخلي المقامات واحدة. لو عددين ينفع اخليهم زي بقى، يعني مثلا عندي عدد 2 وهنا 4، خلاص اقدر اخلي الاتنين 4 بان انا اضربها في 2. تمام. لكن لو عددين مش هينفع اخليهم زي بعض، يعني مثلا جاي لي مقامين 3 و7، لا يبقى تضربهم في بعض عشان مش هتقدر تخلي ال3 7. ماشي، فهتضربهم في بعض يديك 3 في 7 ب21، يبقى المقامات الجديدة 21. اتمنى اكون بسطت المعلومة معاكم، يا رب تكونوا فهمتوها. لو احتجتوا اي حاجة اكتبوا لي في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.